هنيجي بقى للقلقاس المطبوخ. القلقاس المطبوخ هنعمله زي البطاطس، صينيه البطاطس اللي في الفرن. هتقشريه زي ما قلت وتصنفيه وتعمليه شرايح كده. عاوزه تغسليه وتصفيه في مصفى لحد ما ينزل ميته زي الفل وتطبخيه. عاوزه تنشفيه في فوطه زي ما ناس كتير بتعمل، براحتك. هناخد بقى الغطا ده، هنجيب صينيه، بس عاوزه حد المره دي يفكرني عشان ما تشش زي القرنبيط، ولا بتوع الناس اللي بيلبسوا طراطير تاني يوم عيبوا عليا، جابوا حاجتهم بقى والطواجن بتاعتهم وصوانيهم ويقولوا احنا ما بيتحرقش مننا حاجه، احنا ما بيشدش مننا حاجه، بس انا مبسوطه ان انتوا بتشوفوني. يعني انا فرحت لهم قوي ان هم ما فيش حاجه بتشيط منهم، وفرحت اكتر ان هم بيشوفوا غاليه الغلبانه دي وبيتابعوها. كتبوا لي بقى حبايبي على الفيسبوك، قالوا لي يا غاليه ما تزعليش، هم برضو بيتحرق منهم حاجات، بس هم بيخبوها، بيضحكوا على نفسهم وما بيوروهاش لحد. وبعدين هم كلهم يعني انا بحبهم، ناس زي الفل، على الاقل خالص انا ان شاء الله برضه هقعد كده اشوفهم واشوف بيعملوا ايه واتعلم منهم، ادام هم بيشوفوني وبيشوفوا حاجتي اللي بتبوظ وحاجتي اللي ما بتبوظ، انا برضه اشوفهم، ما يجراش حاجه، نشوف بعضينا. الله على ريحه القلقاس وهو بيفرق. رجل الحله لو فرت منك رجليها شويه، يعني ايه رجليها، سيبي لها قرات كده عشان خاطر ما تفرش وتنزل الخضره بتاعتها على البوتاجاز. هنحط معلقه زبده، وانا بعمل بقى كده القلقاس ابو طماطم بقى، يا عمرو قول لي اسامي حبايبي على الفيس. وبعدين كل حبايبي بقى اللي بيشوفوني وكل الناس اللي بتشوفني دي عشره، وبعدين العشره ما تكونش بقى غير على قلالات الاصل، والحمد لله ربنا يجعل حبايبي كلهم عندهم اصل. وبعدين اي حد بيشوفني ان شاء الله 5 دقايق ومهما يكون مخالفني في الراي، على عين غاليه وراسها. حبايبنا بقى على الفيسبوك، وفاء محمد ويحيى وعروسة البحور، ليليان من العراق، والست ام سمير من بورسعيد، وروان حلس، وابو فهد، والست ام يحيى من باب الشعريه، زياد واحمد وهلا وكريم وعبد وضحى، والست ام حبيبه، ومنى من المحله. الف سلام لحبايبنا في المحله، وابو اروى وعفاف، والست ندى من بني سويف، وغاليه محمد على عينينا يا ست غاليه. والاستاذ محمود الدرويش، وام محمد ومايا، كل حبايبي اللي قلت اساميهم دول مش عاوزاكم تزعلوا، اي حد زعلان من غاليه على عينها. هنرجع بقى تاني، هتشوحي كده بصلايه في شويه زبده، لو عاوزه تضيفي له لحمه مفرومه زي بعضه وانت بتشوحي البصلايه كده، حطي حته اللحمه المفرومه وعصجيها قبل ما تحطي القوطه والقلقاس. عايزه تحطي لحمه حتت، اسلقيها الاول، لان القلقاس ده ما بيستحملش، بيبقى عامل زي البطاطس بالظبط، فوره والتانيه وهوب تلاقيه استوى. تكون اللحمه مسلوقه وغرزيها فيه كده ودخليها الفرن، هيبقى زي الفل. هنطش كده، هتحطي بقى الطماطم، تحطي الملح والفلفل، وهتحطي القلقاس. النهارده بقى كده يا استاذ احمد، بقى اديني بقى كده اغنيه المصالحه الحلوه اللي احنا دايما كده نقول يا رب نصالح بعض.
بعد بقى ما نسمع الاغنيه دي هنرجع نقول للاولاد الحكايه الحلوه بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف. رجعنا تاني عشان نشوف بقى بقيه اكلنا الحلوه. وادي صينيه القلقاس على النار تستوي كده، ولو عاوزين ندخلها الفرن تاخد لون ماشي، مش عاوزين تتغرف كده زي الفل. وبعدين كمان تبقى قاعده كده كل ما تحسبي تعرفي انت هتوفري في ايه وهتصرفي ايه، واشتري مره حاجه وفوتي حاجه. ومش كل حاجه تقابلك في سكتك تشتريها وخلاص، صح ولا ايه يا ست ام يحيى؟ يا ست ام يحيى. الو. ازيك يا ست ام يحيى؟ الحمد لله. ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ تسلمي. ايه رايك بقى يا ست ام يحيى في الناس اللي بتشتري وخلاص عمال على بطال؟ لا طبعا الحياه فعلا مش عايزه زي ما حضرتك بتقولي كده، عايز الواحد يدبقها ويظبطها وربنا يسلمها ان شاء الله. يا رب دايما. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه. شفتي القلقاس اللي بالطماطم؟ ما شاء الله بينور. احنا هنيجي ناكل بقى عشان نعوض الاكله اللي قبل كده. اسكتي.